السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم وعاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنعمل وصفة. هنعمل صبغة باللون البني الجميل، سهل وبسيط ومكوناته موجودة في البيت، وكمان مغذية للشعر. يلا تعالوا معانا كده نشوف المكونات ايه هي والوصفة هتتعمل ازاي. صبغتنا النهاردة يا جماعة بدون حنة. اول حاجة معانا الروزماري او اكليل الجبل. معانا معلقة، هنحط معلقة كبيرة كده، دي اول حاجة معانا. تاني حاجة معانا ايه هي؟ حبة البركة، بس حبة البركة تكون مطحونة، احنا طحنينها زي كده اهو. طبعا معلقة، بس ايه، معلقة مش مليانة يعني قوي. وكمان معانا معلقة قهوة كبيرة، اللي احنا بنستعملها في البيت، اللي احنا بنشربها في البيت يعني دي. وكمان معانا كيس القهوة دوت اللي هو سريع الذوبان. هنعمل ايه بعد كده؟ حبة البركة يا جماعة اللي احنا حطيناها هنا في الوصفة بتاعتنا دي ضروري جدا في الوصفة دي، بتغذي الشعر وبتطول الشعر كمان. واحنا عملنا فيديو قبل كده لحبة البركة، ازاي نستخرج زيت حبة البركة. وكل دوت هنغليه مع بعضه، واستنى بقى هنكمل معاكم باقي الوصفة. هنحط بقى عليهم كوباية المية ديت كده، هنحطهم بقى على النار يغلوا وهنرجع لكم. ودي الوصفة بتاعتنا يا جماعة اهي، بعد ما اديتها غلوة، هي غلوة واحدة بس. بصوا الروزماري كمان يا جماعه ما اقولكمش مدي ريحه جميله جميله للوصفه بتاعتنا. اللي بعد الخطوه اللي بعد كده هصفيهم. جبت بقى الطبق بتاعنا اهو، وهصفيهم هنا. انا هصفيهم بقى كده في الطبق بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا داخلين بقى على العيد، كل سنه وانتم طيبين، فاضل ايام على العيد، عايزين بقى نجدد من شكلنا بقى، ونغير بقى من لون شعرنا للبنات والسيدات برضو. والوصفة ديت جميلة برضو يا جماعة للي هم عندهم شيب، برضو بتبقى يعني الوصفة دي هتبقى احسن كمان ليهم، هتظهر عندهم اكتر. احنا برضو هنصفيهم مرة تانية. احنا كده بعد ما صفيناه مرة تانية اهو، هنرجع بقى نحطهم تاني هنا عشان برضو هنكمل الوصفة بتاعتنا. هنعمل ايه بعد كده؟ حطيهم هنا يا حنين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب معلقة نشا كبيرة، مليانة، هنحطها وهنقلبهم كويس. احنا طبعا سيبناهم يهدوا خالص، لان النشا ما ينفعش يتحط وهو الغطيان سخن، لازم يتحط في ميه بارده او الوصفه تكون بارده. هنقلبهم كويس. هنكمل بقى الوصفه برضو هنقلب كويس. عارفين الكاكاو المر يا جماعه؟ اللي مش عارفه، عند العطار بنقول له عايزين كاكاو مر، المر اللي هو بيبقى ما فيهوش سكر يعني. هنجيب معلقه كبيره برضو منه، هنحطه هنا. هنقلبهم بقى كويس قوي، وهنرجع برضو نحطهم على النار ونقلب فيهم، ما نسيبهمش، نقلب فيهم على طول لحد لما يدينا زي الكريمه كده. خليكم معانا هنكمل الوصفه بتاعتنا. كده خلاص بقى يا جماعه اهو، بعد ما تقل بقى زي الكريمه كده، ما فيهوش اي تكتلات خالص اهو. بس اللون الجميل البني الجميل دوت اللامع ده. هنقول بقى هنستعملهم ازاي. معلقه الخل يا جماعه بتاعتنا اهي، لازم معلقة الخل ديت عشان هي اللي بتثبت اللون، وبيقعد معانا فترة أطول. ونقلبهم بقى كده مع بعض كويس قوي. هننزلهم بقى في الطبق بتاعنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى اللون. ننزلهم.
الوصفة دي يا جماعة مش هنستعملها على طول، لا احنا هنسيبها فترة كده لمدة 3 ساعات، مش اقل من 3 ساعات يعني تخمر. وبعد كده هنستعملها. هنفرد بقى شعرنا، هنقسمه لأربعة، وهنحط بقى زي كل مرة كده زي أي صبغة. الوصفة دي طبعا يا جماعة ما فيهاش حنة، عشان كده لازم نسيبها تخمر، لكن الحنة بنستعملها على طول. هنحط بقى نستعملها زي ما قلت لكم، هنعمل الشعر على أربعة، وهنجيب بقى من فوق لتحت، وهنلم كل حبة مع بعض، وهنلبس بقى كيس ونسيبها لمدة ساعة أو ساعة ونص لساعتين يعني كده. كل ما نسيبها هتدينا نتيجة أحسن. ويا رب تكون الوصفة بتاعتنا عجبتكم النهاردة، في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.